ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. اولا كده كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل وصفه كده سريعه، بس هي طبعا من اهم وصفات رمضان. هنعمل الرقاق، هنعمله بطريقه سهله وسريعه، وهنعمله بطريقه يعني تخليه ما ينشفش مننا. تعالوا كده نشوف الطريقه مع بعض. كده معايا شوربة بط. هي كنت بغليها على النار يعني، وحطيت عليها معلقة سمنة، وهزود عليها شوية ملح صغيرين وفلفل اسود، بس مش هحط حاجة تانية. بس وبعدين هبدأ بقى ايه، اسقي كده الرقاق بالشوربة. بس تحفة، الطريقة دي بجد جميلة. انا جايبة رقاق اللي هو الدايرة ده، عشان عندي الصينية اللي هي ايه، الألمونيوم دي، بحب اعمل فيها. يعني انتوا برضو ايه لما تجيبوا الرقاق تشوفوا الصينية اللي موجودة عندكم ايه، وتجيبوا شبهها، اللي هي المستطيلة او الدايرة، يعني الموجودين في السوق. بس كده. ومعايا صينية تانية هبل ايه فيها. يعني دي وصفة من الفطار بتاعنا، فطار اول يوم رمضان. يعني انا قلت اخد لكم وصفة كده ايه من الحاجات اللي عملتها. ورقاق يعني من الحاجات الحلوة. وعملت ايه تاني برضو، سمبوسة هعملها معاكم يعني. بس هبله لحد ما يطرى شوية كده، وابدأ ارص بقى في الصينية. يعني هاخد نص الورق بتاع الرقاق، نص احطه في تحت، وبعد كده هحط اللحمة المعصجة، والنص التاني احطه في الطبقة اللي فوق يعني. حتى ممكن نبل بالاتنين، يعني مش مشكلة. هي عشان ايه ما ناخدش وقت كتير لما ناخد واحدة واحدة يعني. بس كده. اللحمة المعصجة بقى عاملينها بالطريقة العادية. يعني عملت بصل وتبلته شوية على النار لحد ما لونه ايه بقى ذهبي كده، وبعد كده حطيت اللحمة بس، ونحط عليها شوية ملح وفلفل اسود. وبس كده. ممكن حبهان بقى، واحدة ورق لوري. بس واحنا بنعصج اللحمة نحط رشة ملح الاول، عشان ما تلزقش ببعضها. يعني بتلاقوها ايه، لو سبناها ممكن تلزق في بعض، لكن الملح بيمص السوائل اللي فيها، ما بيخليهاش تلزق في بعض. بس حطيت طبقة اللحمة دي، وهبدأ بقى ايه ارص باقي ورقات الجلاش، الرقاق كلها. برضو ايه هبله بنفس الطريقة. هدخله بقى في الفرن على درجة حرارة 200، يعني على الرف الأقرب للأرضية، عشان يستوي بسرعة، لأن هو كل حاجة مستوية. لو سبناه أكتر، سبناه وقت كبير يعني هيجلد مننا. فاحنا نحطه ايه على الرف القريب من الشواية، يعني ممكن من الأرضية مش الشواية. كده أنا خلصت قفلت الصينية. هقطعها برضو قبل ما أدخلها، وبرضو هتلاقونا عايزين نقطعها تاني، لانها بتبقى ايه لزقت في بعض كده شوية لما بتستوي. عايزة اقول لكم طلعت صينية رقاق تحفة بجد. ولما نطلعها من الفرن نغطيها ايه بتاع كام دقيقة كده، هتلاقوها بقى ايه بقت طرية وحلوة، عشان الوش بتاعها ساعات بينشف شوية. فاحنا في الوقت ده مشغلين الفرن على درجة حرارة 200، يا دوب 10 دقايق كده. هنلاقيها احمرت من الجناب. لو ما احمرش الوش بقى، ممكن نفتح الشواية عليها. بس هي مش هتاخد اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة كده. بصوا انا مقربة الشبكة من الارضية ازاي، عشان تستوي بسرعة. على ما تستوي بقى هناخد باقي الخلطة الحلوة ديت، اللحمة المعصجة، وهنعمل بيها ايه السمبوسة. بس بقى بلف السمبوسة بالطريقة اللي هي الايه العادية دي. بصوا، سهلة يعني، مش لفتها مش صعبة ولا حاجة. بس وما بعملش بقى ايه الدقيق بالمية والكلام ده،
هي كده بتلزق والله، بتبقى حلوة. يعني الحتة اللي المتبقية ديت بدخلها ايه في الفتحة دي كده وخلاص، مش محتاجة بقى ايه دقيق ومية ونلزقها والكلام ده كله. هي بتلاقوها لزقت واحنا بنحمرها. ودي سمبوسة انا شارياها اصلا، مش عاملاها. يعني كان في فيديو كنت عاملة السمبوسة الورقات بقى دي، كانت تحفة برضو والله. ويعني مش بتاخد وقت معانا واحنا بنعملها، بنعمل الورقات بتاعتها، ما بتاخدش وقت خالص. بصوا، هي بتتبقى حتة كده بندخلها بقى في الفتحة دي. شكلها تحفة. وهحمرها بقى في الزيت، بجد طعمها طلع حلو جدا، مورقة كده وجميلة. ممكن بقى طبعا الحشوات دي براحتنا، يعني ممكن نحط نعمل حشوة جبنة، حشوة سبانخ، بتبقى جميلة. بس انا طبعا لان الحشوة دي موجودة عندي فعملت بيها. انا خدت لكم كده ايه جزء من الحاجات اللي انا كنت عاملاها على الفطار، عشان يعني ما يبقاش فيديو طويل ونتلخبط يعني. فانا هاخد لكم وصفات كده ايه، مش كل الحاجات اللي هعملها، هاخد لكم كام حاجة كده من اللي بعملها كل يوم وهنزلها لكم ان شاء الله. بس زيت بقى سخن وهنزل فيه السمبوسة. طلعت حلوة جدا. انا يعني بقالي فترة بعملها في الاير فراير، بتبقى حلوة. بس طبعا وهي محمرة في الزيت كده طعمها تحفة. بس هي بتتحمر بسرعة قوي. كنت بعمل هنا بقى ايه الحلة دي ورق عنب. يعني طبعا انتوا عارفين اول يوم رمضان بقى ايه محشي، بط، الحاجات دي كلها، يعني الاكل المعروف ده، رقاق، كده يعني كلنا اكيد عارفين الفطار المعتاد ده. خلاص كده خلصنا. بصوا، يعني صينية الرقاق طلعت بجد تحفة، لونها حلو قوي. هي كانت لسه سخنة بقى مولعة. يعني ممكن نطلعها خالص من الصينية، نقلبها مثلا ونقطعها بالمقص، بتبقى اسهل من السكينة نفكها يعني من بعض، لان هي اصلا احنا مقطعينها قبل ما ندخلها. فلما بنقصها كده بالمقص بتبقى اسهل من السكينة. بصوا طرية بقى بجد، طعمها كان اصلا تحفة. والسمبوسة اهي خلصناها، طلعت مقرمشة وجميلة. لا حلوة مورقة بجد وتحفة. جربوا بقى الوصفتين الحلوين دول، ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.